السلام عليكم. جيتكم اليوم بوصفة جديدة. وصفتنا اليوم كباب سوري على الطريقة الحلبية. الطريقة هذه خديتها من شيف سوري في ريستون سوريا، وقلت هالطريقة نجربها مع المتتبعين ديولي. ونتمنى البنات اللي كيشوفوا الفيديو ديالي، في ناس كيتفرجوا ما كيديروا لا لايك لا اشتراك، نتمنى ديروا لايك والاشتراك باش تشجعوني. ودابا ندوزو لطريقة التحضير. بسم الله على بركة الله. هنا عندنا نص كيلو لحم غنمي مع الشحم تبعه، انا طحنته. هنا عندنا 2 روز توم، عندنا بقدونس، عندنا ملعقة صغيرة بابريكا، ملعقة صغيرة بابريكا، ربع ملعقة كبيرة فلفل اسود، الملح حسب الذوق، شوية قرفة، حاجة بسيطة. دابا نخلطوا الخليط ديالنا. دابا كندخلوا البهارات تاعنا في المفروم ديالنا، من بعد كنجيبوا واحد جبانيه اللي فيها المويه بارده، وكنبداو نبسطوا في الاعواد تاعنا، كنبسطوا فيهم الكباب ديالنا. البنات وصلتوا معايا نص تاع الفيديو، نتمنى ديروا الاشتراك والشير في القناه باش يوصلكم كل ما هو جديد. في شي ناس كيتفرجوا وما كيدعموني، نتمنى تدعموني فضلا وليس امرا، لانني انا راه كندير طاقه على هاد الفيديوهات. البنات هذا هو الكباب ديالنا، كندير معاه غير 2 حبات طمان، 2 حبات بصل، ندخلو للفرن. مني يتشوى ارجع معاكم. هذا الكباب تاعنا بعد ما خرجناه من الفرن، راه ما شاء الله يا البنات، ما شاء الله تبارك الرحمن، الريحه يا سلام روعه. ونتمنى تجربوه، راه ما تشبعوش منه، كيجي زوين. وهنايا شاركت معاكم من الداخل كيف كيجي، راه كيجي طايب وكيجي مستوي، كيجي زوين. ولا عجبكم الفيديو ما تبخلوش عليه من لايك والاشتراك في القناة باش يوصلكم كل ما هو جديد. بالصحة والراحة، مع السلامة.